في افلام كده بتبقى قاعد بتتفرج عليها تلاقي فيها شخصيه شريره فشخه كل من هب ودب في الفيلم. الشرير ده مش بالضرورة أذكى شخص أو أقوى شخص أو حتى خارق للطبيعة، يعني ممكن تكون بتتفرج ساعتين كاملين على ناس بتحاول تخلص من شخص شرير بمستوى ذكاء فينيسيوس جونيور بلياقة ورشاقة محمد عبد العاطي، وانت قاعد طول الفيلم بتحزق وتصرخ يا جدعان ما حد يعمل حاجة للعبيط ده، طخوا عيارين، حطوا له سم في شندوتشين، هاتوا له أمين شرطة من اسم العصافرة يسكعوا قلمين. أنا عايزك تهدى وبطل حزق عشان أخوك محمود عشري من 5 في عينك جاب لك الحل، وقررت أكشف لك إزاي تهزم شخصيات شريرة جننت ابطال ياما بدون معلم. على غير العاده عايز اطلب منك الاول تكتر من اللايك والشير وتشترك في القناه وحياة امك يا بنت عشان لسه راجع من اجازه والريتش واخد على عينه. ويلا بينا نبدا. اول شخصيه شريره هنهزمها هي الجوكر. اخوانا انا تابعت افلام وكوميكس الجوكر لفتره محترمه من الزمن، واكتشفت حاجه غريبه جدا، وهي ان الراجل ده مش شرير خارق اطلاقا. يعني لو فكرت 5 ثواني بس في كل مكان ظهر فيه هتقول ازاي راجل كلاون ابن كلاون مطلع عين اللي جايبين واحد زي باتمان اللي عامل فورمه لو حط ايده على الهرم يوقعه. قلبي دخلناش. الجوكر عنده ثغرات من اعبط ما يكون. يعني مبدئيا الجوكر ما عندوش باك ستوري واضحه. مره اتعرض لحادثه كيماويه اللي هو وقع في برميل متعبي تامول على ترامادول على ميه مخلل. مره تانية هو مجرد مهرج عادي بيتهزق من اللي يسوى واللي ما يسواش في اوسخ سيرك فيكي يا جثم. ومره هو ما يعرفش هو مين اصلا ولا جه منين. انا مش عارف. ثانيا الجوكر بيستعمل سلاح خاص بيه اسمه الغاز الضاحك. ايوه ايه يعني ايه المرعب في انك بترمي لي غاز يضحكني؟ ده اقل نكته لعادل الفار ولا حماده سلطان تعتبر قنبله نوويه بالنسبه للغاز بتاع الجوكر. سافر باريس بيعاكس واحده فرنسيه له صفاج قال لا صهاج. باشا انت سمعت عن المصريين؟ ده سعر البنزين غلي من يومين والشعب مقضيها ميمز على الموضوع. ده المصري لما بيبقى عليه ديون وكمبيالات ومرفوع عليه قضيه خلع وعنده الايدز واكتشف ان ابوه لقاه قدام باب جامع، بينزل القهوه يحكي لاصحابه، بيقعدوا يتريقوا عليه ويطلعوه على المسرح ويقعد يضحك على نفسه لمده 2 ساعتين متواصلين، يرجع بيتهم ولا اكن في حاجه حاصله في حياته. تالت ثغره في الجوكر ان مخططاته دايما معقده بزياده، اللي هو راجل حنيوك لاقصى درجه، حاجه كده من ريحه محمود عشري. يقعد سهران طول الليل بيرسم خطط ملهاش اول من اخر، يضيع احلى سنين من عمره بيكيد مؤامرات عشان يسرق بنك، يروح ويجي ويلف ويدور لحد ما يوصل لباتمان عشان يخلص منه، وفي الاخر بياخد على قفاه. عارف ليه؟ عشان مش عايز يدب رصاصه في وش باتمان ويخلص منه. كل ما يشوف وش باتمان يقعد يضحك ويقول اقاويل سارقها من المتنبي عشان يبين فلسفته، ويقول لك اصل انا ما اقدرش اعيش من غير باتمان. طب استحمل بقى يا دكر العلقه اللي بتتصبح وتتمسى بيها كل ما يلمح وش امك. ازاي بقى تقدر تهزم الكلاون ده؟ العمليه بسيطه، عندك كذا طريقه. اول طريقه انك تستغل عقدته النفسيه. الجوكر مفكر نفسه دمه خفيف ومضحك وبتاع، فانت هتحطه في بيف باتل مع الخليل كوميدي، هيجيله دوالي في المخاصي من اول 3 نكت وخلصانه. خليل كوميدي كده حاف، لا خليل كوميدي بالبسبوسي. تاني طريقة هتهزموا بيها بالعشوائية، بمعنى ان الجوكر هدفه الاسمى خلق الفوضى والعشوائية. يعني انت اصلا عايش في الكتكات ولا المنشية ولا مصر القديمة، اللي هو مفيش عشوائية اوسخ من كده. انت بالفعل هزمت خطته من قبل ما يفكر فيها. طريقة تفكير المصريين لوحدها فيها كمية عشوائية تجنن الجوكر اكتر ما هو مجنون. يا اسطى احنا بنحارب البطالة باختراع وظايف ملهاش اي 30 لازمة، زي السايس ولا ال5 عمال في البنزينة اللي بيخدموا على عربية واحدة وما تفهمش بيهببوا ايه. او ممكن تهزمه بتالت طريقه وهي انك تفرتك وش امه برصاصه وتخلصنا من المعتوه ده. اللي بعده هانيبال ليكتر. لو ما تعرفش مين ده احب اقول لك ان هانيبال ليكتر دكتور واكل لحوم بشر. الراجل ده غريب جدا. انا كنت مفكر نفسي شخص مقرف في الاكل عشان ما باكلش اي حاجه وبقرف من حاجات كتير، لحد ما شفت الراجل ده. هانيبال ليكتر عنده كذا نقطه ضعف. مبدئيا كده الراجل ده ما بيحبش اي نوع لحمه في الدنيا الا لحم البشر، ومش اي بشر، ده بينقي البشر على الفرازه. يعني لازم اللي هياكله ده يكون من طبقه غنيه وراقيه، حاجه مصروف عليها. يعني فخده بيضه كده متغطيه بهدوم من فيرزاتشي، معده وامعاء بتهضم كافيار وسوشي. ما انا مش هبقى باكل لحم بشر بيلبسوا من الوكاله وبياكلوا من عربيه لحوم فواكه اسمها دلع كرشك في النصريه. نقطه ضعفه الثانيه هي انه ما بيعرفش يعمل كبده، مع ان عفروتو مديك الخلاصه في اغنيه شوح الكبده اجدع من اجدعها شيف. هانيبال عنده حساسيه من الثوم. طبعا اقل مصري بيرفع له 5 فصوص ثوم على الريق، لو كح في وش هانيبال هيجيله شلل رباعي. فالموضوع يبان مخيف ومرعب
مرعب في انه بياكل لحوم بشر، بس هزيمته مش صعبه زي ما انت متخيل. يعني في طريقتين تقدر تخلص عليه بيهم. اول طريقه انك تجيب له شويه ممبار، شويه كوارع، شويه عكاوي، وتجيبهم من اوسخ عربيه فيك يا بلد من اللي بيجيبوا تسمم وتبول لا ارادي دول، وده طبعا بعد ما تصاحبه وتقنعه انك بتاكل جثث. انت بس هتقدمهم بطريقه مغريه وراقيه من بتوع سكان ايجيبت، هياكلهم ويطلع على مستشفى القصر العيني عدل. تاني طريقه هي انك تجيب مواطن مصري اصيل بيفطر كل يوم فول لحد ما قرب ينهق، تلبسه الضيف وتحميه وتروق عليه وتبعته لهانيبال. كميه الفول اللي بتجري في دم الراجل ده هتخلي هانيبال يوحد الله ويتوب توبه نصوحه. اللي بعده البطريق او ذا بينجوين، ده شخص طوله لا يتعدى ال 150 سم ووزنه يتعدى ال 200 كيلو، اللي هو يعني مضغوط لتحت كده زي كرة القدم الامريكيه. اول انطباع بيجيلك لما تبص له انه شبه الانجليز، يعني بيلبس بدله مبالغ فيها جدا، بيلبس قبعه الانجليز القديمه دي ما ينفعش تقول عليها طاقيه، هي شكلها بيقول قبعه. حتى اسنانه قذره جدا ومتدشمله زي سنان انضف شخص انجليزي ممكن تشوفه. يعني لو ما تعرفش الانجليز دايما سنانهم متدشمله وصفرة وحاجه مقرفه جدا. يعني البطريق من الاشرار اللي بيصعبوا عليا الحقيقه، يعني هو اتحول لشخص شرير لسبب ملوش يد فيه، اللي هو ابوه وامه خلفوه وما عجبهمش شكله فتنمروا عليه لحد ما جاله تروما. اكمن مناخيره اطول من برج القاهره وقصير وتخين في نفس الوقت، وبيمشي في الشارع تحس انه بيلق كده زي الزمزميه، وريحته سمك واسنانه صفرة، والصراحه ليهم حق يتكسفوا منه. يعني بقى ده منظر بني ادم؟ ده حتى لما مات كان بينزل دم اخضر من بقه اللي هو كان بيرضع زباله وهو طفل. البطريق بيستخدم سلاح مبتكر جدا، بيستخدم الشمسيه بتاعته اللي جواها نوعين من الاسلحه، وانت وحظك بقى، يا هتلاقيها بتضرب صواريخ يا هتلاقيها بتخرج فسا خرفان. مشكله البطريق الازليه انه الهزء بتاع عالم الجريمه، الراجل الهفق اللي مطلعينه على المسرح كل ما يلمحوه. يعني في مسلسل جوثام الجوكر لما شافه قال له انت مش مجرم يا معلم، انت نكته. البطريق تقدر تهزمه بكذا طريقه، هو يا عيني بسبب وزنه وقصره فتلاقي عنده فلات فوت والتصاق فصعب يجري شويه. انت بس هاتلك درع مضاد للغازات والصواريخ المتعبيه في الشمسيه وهتبقى تمام، يا اما تغريب اكله سمك وجندفلي من عصام الزفر في سموحه ومش هيقدر يقاوم. يعني مفيش اي سبب يخلي باتمان يواجه صعوبه في مواجهته غير ان باتمان بيحاول يمسك نفسه من الضحك كل ما يشوفه عشان يحافظ على هيبته. اللي بعده سمير سبوت من فيلم بحبك وانا كمان. مش عايزك تضحك وتستقل بسمير سبوت، الراجل ده ما يقلش ابدا عن الجوكر والبطريق واي شرير على الساحه، لانه بكل بساطه بتتجمع فيه كل صفات الاشرار الواجب توافرها عشان تقعد على الترابيزه مع الرجاله. يعني مثلا هو شخص غير سوي نفسيا، عنده ضحكه شريره، بيلبس لبس عجيب جدا، انا لقيت البدله دي احسن من لبس الكاجوال، اهدافه تافهه جدا. سمير سبوت تحول لشخص شرير بسبب انه اكبر معجبين نور المغني، ونور كان مديله الصابونه ومش معبره نهائي رغم انه دايما متواجد في حفلاته. ودايما سمير سبوت كان بيبيع ايرات من ارض ابوه وجزء من جهاز امه اللي اتجوزت بيه عشان يقدر يشتري مقعد امامي ويشوف نور بشكل كامل. كان بيحب نور لدرجه انه قتل منافسه وخطف حبيبته عشان يهتم بيه، عمل قصه ومؤامره عشان يوصل لبيت نور ويلبس بدلته ويحط من برفانه، معلق بوستراته في اوضه نومه على سريره. الفيلم ده لو ما كانش متصور في مصر كنت شكيت ان سمير سبوت ده عجله. طريقه هزيمه سمير سبوت بسيطه جدا، يعني بدل المطارده البحريه وتفجير مراكب وحرب النجوم اللي حصلت في الفيلم دي، هتقولوا نور يا اخوانا يقعد معاه على القهوه يضربوا حجرين معسل بدل الفرهده دي. اللي بعده ثانوس. بص مش هخبي عليك انت اخويا برضو، انا مش بعتبر ثانوس شخص شرير الحقيقه. يعني انا متفق مع منطقه، مش عشان لو كح في وشي بس هيطبق لي جسمي كله وان مفيش اي طريقه اقدر اهزمه بيها. لا انا متفاهم جدا فلسفته اللي خرج بيها. قال لك يا جدعان الموارد قليله جدا والعالم مليان مفاجيع وما بيبطلوش اكل، فيعني هنخلص من نص البشريه بدون الم بدون تدخل جراحي. ومش بس كده، ده الاختيار هيكون عشوائي، الغني زي الفقير، الوزير زي الغفير. تسالني وتقول لي بس يا عشري مش شايف ان الموضوع ده قاسي شويه؟ ما عنديش ليك غير رد واحد: عدد سكان دوله الهند، عدد سكان دوله الصين، عدد ركاب مترو القاهره الساعه 4 العصر.